في الموهبة والإبداع تتعدد مواهب الشاب هيثم اليعيسي المريسي في مجال الرسم وتشكيل المجسمات بشكل هندسي فريد. هذا المهندس لديه قدرات ابتكارية في صناعة آلات مختلفة. في رحلة البحث عن المواهب وجدنا هنا في منطقة مريس شاب مكافح ومتميز ومتعدد المواهب والإبداعات. شاب يبتكر ويصنع أشياء مصغرة لآلات مختلفة وبمستوى عال من الإتقان والدقة تتطابق تماما مع الحقيقة. هيثم المريسي من أبناء قرية يعيس منطقة مريس محافظة الضالع، شاب يحب الاكتشاف وتحليل مكونات الأشياء منذ طفولته وبالذات الآلات، ويسعى حسب قوله إلى تقليدها وصناعتها من مكونات عادية وبسيطة جدا. هذا هو عبارة عن قلاب يعني دينا تقليد الديانات الآزيوزو، وأنا قمت بتطبيقه يعني بشكل مصغر. هذا عبارة عن المنش حق الماكينة من شان ما تشفطش الأوساخ، وقمت بصنعه من معدن. أنا منذ طفولتي ولا زلت صغير في سن 7 أو 8 أو 9 من عمري كنت أحب الاكتشاف، أحب اكتشاف الأشياء، أحب يعني رؤية الأشياء مثل الأشياء الديناميكيات المجسمات الكذا، يعني أحب الاطلاع عليها والاطلاع يعني على مجزئاتها ومكوناتها. يتحدث الشيخ قاسم عبد القوي عن ابنه هيثم بفخر ويصف قصة استلهامه لصناعة مجسم العمارة الفريد والمتميز والمطابق لعمارة صهره الحقيقية. نشكر قناة السعيدة للاهتمام ومتابعة المبدعين والموهوبين والتتبع إلى مقرهم رغم ظروف الحرب والمسافات البعيدة. نشكرهم. أنا أتفاجأ عندما أشوف هيثم الذي يطلع على أي حاجة يعجب بها يقوم في تصميمها. فمرة عزمنا الشيخ ناجي طاهر وابنه الشيخ صلاح ناجي طاهر لبيتهم، وبعد ذلك كان ابني يعجب إلى المنزل حقه، إلى العمارة الثلاثة دور أو الربع دور، وعجبها فقام في تصميمها خلال فترة بسيطة مش متوقع. اخترعها من عدة أشياء، فيه من قص وفيه من ديكور وفيه من غلافات يعني بسيطة جدا، إضافة للأنوار، إضافة إنه لم يكتفي في ذلك، قام يعمل لنا مفاجأة في آخر الدور الذي سماه طيرمة، قام في رسمهم تصميمهم برسم عملين يدويا بالقلم وصممها على شكل أنهم مخزنين أو مدكين أو استراحة في الطيرمانة. هذا الجمال وهذه الحديقة وهذه العمارة ليست في سويسرا وليست في أي دولة من دول أوروبا، وإنما هي عبارة عن مجسم بشكل 3D لعمارة من إبداع وهندسة وتصميم الموهوب هيثم المريسي. وهذا المجسم مزود بكل شيء حتى الإضاءة ومفاتيح الأبواب، وتصميم الغرف من الداخل ما هو إلا انعكاس لغرف العمارة الحقيقية. ولم تقتصر موهبة هيثم على شيء معين، بل أن لديه مواهب متعددة في مجال الرسم ومجال الصناعة والابتكار، فقد صنع الكثير من الأشياء كالدراجة النارية والقلاب والغواصة ومكائن ضخ المياه. هذه الدرجة حق المنزل، وهذا الباب يعني يتركب من الكيلون، الغلقة حقها زر الفتح وجرس إذا الباب مغفل يعني إلى داخل المنزل، وهي تشتغل على هسة يد. يعني تركيبه وتصميمه نفس المنزل يعني طبق الأصل، اللهم إنه مصغر. هذا الباب الرئيسي، وهو يعني الآن سنقوم بفتحه. كمل. وهذا الباب حق منزل العمارة الذي قمنا من الدخول عبره، هذا كما ترون. ويؤكد الشاب هيثم أنه متى ما توفرت الإمكانيات فإن لديه القدرة على تحويل هذه الآلات الصغيرة إلى آلات كبيرة بالإمكان تشغيلها والاستفادة منها. ورغم الوضع الذي تمر به البلاد بشكل عام ووضع النزوح الذي تمر فيه أسرة هيثم بشكل خاص، إلا أنه لا زال متمسكا بموهبته ويحلم بأن يصبح مهندسا كبيرا وصانعا ومبتكرا ينتج صناعات محلية ترفع من مكانة اليمن عالميا. ألاحظ عليه أنه يعني ذات صبر واسع، يعني يقوم أي شيء لاحظ عليه بذات صبر ويقوم بتطبيقه عمليا.
ولا يعني خلال الأيام خلال الأسابيع إلا وأنا أشوف أي شيء يقوم بتصميمه يجهزه من وإلى. أنا حلمي أن أصبح مبتكر ومهندس وصانع يصنع صناعات محلية أخدم بها هذا الوطن. هيثم ليس سوى شاب يمني مبتكر ومتعدد المواهب والهوايات من بين المئات من الشباب، والذين هم بحاجة للتشجيع والتأهيل والتبني. فمثل هؤلاء الشباب هم الأمل الكبير في النهوض بالبلاد وتغيير الوضع الاقتصادي المرير الذي نمر به. في حالتنا الإنسانية لهذا الأسبوع في معاناة مركبة، يعاني الرجل